الجيش المصري مع النظام السعودي مع النظام الأردني، وابن مليكة قالها اما قال له طلع أهل غزة بالكامل بره في صحراء النقب وخلص على المقاومة. الجيش ده مش عايز أي صورة مقاومة، ولا الأنظمة اللي أنا قلتها لك دي أنا عايزة أي صورة من صور المقاومة، لأن المقاومين إخواتنا اللي في فلسطين سواء في غزة أو في الضفة هم آخر من تبقى من الشرفاء، هم آخر الأحرار اللي موجودين في الأمة دي. علشان كده عايزين يخلصوا عليهم لحسن حد يتعدي من الشعوب التانية. الدبابات اللي موجودة في سينا اللي هي على ما أتذكر M61 الخردة الأمريكية تصنيع الستينيات اللي ادوها للميليشيا بتاعتنا اللي بتسميها جيش مصري ببلاش، داخلة سينا بأمر من إسرائيل. إما سمحوا لهم يدخلوا قطع زيادة من فترة بسيطة، وطلع ابن مليكة يباها ويقول لك ده مشى كلامه على إسرائيل. فاكرين ولا فكرك؟ مفيش ولا قطعة فيهم دخلت سينا إلا بإذن من الصهاينة. دلوقتي بيكرر لك نفس الفيلم اللي عمله في 67، ده احنا جيشنا بومب، ده احنا جيشنا حديد. وإسرائيل بتشتكي في الأمم المتحدة بتقول الحقوني من تسليح مصر هتاكلني. ده مصر عندها سفن فضاء وعندها طيارات وعندها دبابات وعندها صواريخ القاهر والظفر. والله كانت الصهاينة بتقول كده، زي ما كان جمال عبد الناصر بيقول لهم في القاهرة كده وكانوا مصدقين. وطلع الصهاينة خلصوا عليه للمرة الثالثة ولا الرابعة على التوالي في نص ساعة. دلوقتي طلع يسرح بيك ويقول لك ده رايح قال يمنع التهجير ويقف جنب أهل غزة. وكلكم شفتوه آخر 12 شهر ولا 14 شهر عمل في أهل غزة إيه؟ قال فجأة خنازير أيمن نور بتقول لك اللي ربنا لا يبارك لهم الخونة، احنا هنقف علشان الامن القومي. وهم اللي عملوا بدل الحلقه 3 مليون حلقه بكلمك فيها على الجيش اللي باع سينا وباع تيران وباع صنافير وباع النيل وعمال يهجر وعمال يقتل وعمال يعمل كل شيء وبلع البلد. بقى فجاه قال رايح يدافع عن الامن القومي. واخد بالك؟ امن قومي يا عالم يا منافقه. حاولوا ان هم يجملوا صورة ابن مليكة بمبدأ ان هو رافض التهجير، وابن مليكة مش رافض التهجير وكلهم عارفين كده. ودلوقتي قال بيجمل لك صورة الجيش وبيقول لك اسرائيل معروفة. واحلى حاجة اما يقول لك جريدة كذا الاسرائيلية يجيب لك جريدة درجة 15 ملهاش لازمة ويقول لك دي قالت. قول له ما الصهاينة يا كداب يا واطي يا منافق يا ابن المنافق قالت الكلام ده في 67 وكانوا عارفين ان بيسرحوا بشعب وبيسرحوا بأمة كاملة مع عبد الناصر وشلته. ما قالوه تاني وتالت. قول له الصهاينة عارفين بكل دبابة دخلت والله ما كانت تدخل من غير إذنهم، والله في سماه ما كانت تدخل لو مش راضيين. لكن عادي اسرح، انت هتلاقي أجهل من الشعب ده فين تسرح بيه. هو الشعب شاغل باله؟ الشعب مش شاغل باله. الجيش اللي محمد علي عمله وفضل يرفع رايته مكتوب عليها عاش محمد علي، ولو انتصر على العثمانيين يهتف ويقول عاش محمد علي، وخلى الانجليز يدخلوا مصر وقتل الشعب وشرده ودمر الشعب في حروب وهمية. والله وظيفته يدافع عن الكيان، والله وظيفته الأولى يدافع عن الكيان. ترامب وقف كل المساعدات لكل الدول إلا 2، الصهاينة ومصر. الجيش بتاعكم هياخد $1.3 مليار زمان وصلت له منهم أول دفعة علشان يبدأ التهجير. فما تبقوش هبل، ما تبقوش هبل واتقوا الله. بدل ما انتوا بتضيعوه عند محمد ناصر ضيعوه في ذكر الله، ضيعوه في كلمة خير تنفعكم، ضيعوه في علم ينفعكم. محمد ناصر والعيال بتوع مكملين دلوقتي ما بيدافعش عنهم ولا موجود عندهم غير اللجان. بتقول له نشكرك على وطنيتك يا ناصر ويا جويش والست مرات ايمن نور ومش عارف واحمد سمير ومين ومين ان كنتوا فعلا متفاهمين قالوا واقفين جنب البلد. شفت المصيبه؟ ويطلع الخنزير منهم يقول لك انا معاه لو كان رايح فعلا يدافع عن الامن القومي، ولا انا مع جيشي ضد مش عارف الامن القومي والامن المعمول به. وهم عارفين. الله يرحم السودان اللي راحوها من 2 وكان رايح يعمل كان رايح يعمل تدريبات مع السودانيين بيقول لك نسر النيل ولا ما اعرفش سحلية النيل. الجيش ده خان وسلم سينا وخان وقتل اهل رفح وجرف ارضهم وشردهم ودمرهم.
الجيش كان موجود ونهر النيل بيتباع. مين اللي هيروح يحارب يا واطي؟ اللواء اللي راح جابه من البيت ومسكه وزارة الدفاع، وزير الأركان بتاعه، المجلس العسكري بتاعه. مين اللي هيحارب يا واطي؟ يا واطي. مين في الجيش عنده كرامة يطلع يتكلم يقول لك لا أصل مش عارف مين واللواء مين والمشير مين، وأصل ده كان راضي وده ما كانش راضي، وفجأة دلوقتي بيكلمك قال عن جيش وطني. اللي بيحصل قدام منكم ده تمثيلية. إسرائيل هي اللي سلحت جيشكم، ده انتوا منظومة الدفاع اللي عندكم إسرائيل اللي مدياها لكم وكانت مستعملة عندها. غواصاتك نسيب نتنياهو هو اللي اشتراها لك. طياراتك اللي عندك كلها خردة، عندهم F-35 وعندهم تسليح رهيب، وأهم من كل ده عندهم عسكري متدرب. ما تقارنش المصري بحماس. حماس ما شاء الله الواحد فيهم بحارب لعقيدة وعارف ربنا ياكل كتيبة من عندك. انت تدهنهم زيت وسمنة ويطلعوا يعملوا هع وياكلوا تعابين ميتة والكلام ده قشطة. انما انت ما انتش بتاع حرب. العساكر دي هتحارب علشان اللواءات دول؟ في حد هيموت نفسه علشان خاطر ابن مليكة وهو عارف انه مش رايح يحارب للبلد، ده رايح يحارب لحساب العسكر وابن مليكة؟ ما اظنش مش هتحصل. فانتوا بتتفرجوا. وبقى لهم كام يوم قال اسرائيل ويطلع الواد اللي اسمه ياسر العمده الثاني اللي ربنا ينتقم منه يقول لك قال اسرائيل هتضرب بالنووي. الكونجرس الامريكي بيقرر عقوبات مين؟ ده الفلوس اتقبضت خلاص. ده مصر يا راجل والصهاينه الدولتين الوحيدين اللي ترامب قال هياخدوا فلوسهم لحد عندهم. النظام السعودي والنظام الاماراتي والنظام الاردني والنظام المصري عايز اهل فلسطين يتمحوا من على وش الارض، والسادات كان عايز كده وقالها لعزرا وايزمان، قال له مفيش حاجه اسمها دوله فلسطينيه، عندكم الجواب مكتوب. ومبارك ما كانش عايز دوله فلسطينيه ولا غيره عايز يسمع كلمه فلسطين، كله طبع، كله خاين، كلهم احفاد صهاينه. اول واحد يجي من عيله آل سلول قال له خدام امك المطيع كان عبد العزيز آل سعود، قالها لوزير المستعمرات البريطاني، قال له هعمل البدع واكون خدام اسرائيل، هكون خدام الكيان اللي انت بتقول عليه ده. والله ما اتغيرت الايه. تقول لي وايه الحكمه؟ اقول لك اصل ما بقاش شرفاء في العرب الا هم. اشرف مجابه الارض هم اللي موجودين في فلسطين دلوقتي، نسوان ورجاله واطفال، هم كلهم ابطال، فخايفين للعدوى تتنقل، لكن ما يقلقوش. الشعوب نايمه في العسل، الشعوب بترقص وبتحب وعايشه ومقضياها بالطول وبالعرض، وكل واحد حريص على بيته ومراته واكله وشربه وحساب بنكه وعربيته ومزاجه والاهل بتاعه وجمهوره المفضل. براحتكم براحتكم براحتكم. انتوا بتتفرجوا وشايفين خيانه عين عينك حتى من اللي بتقول عليهم معارضه واقفين معاك. انصح انت بقى وخد كلمتك من دماغك وكون انت المعارضة الحقيقية لو عايز تعمل شيء. وسلم لي على دبابات الجيش اللي راحت رعبت اسرائيل وخلتهم تقول يا لهوي يا لهوي، ما بيناموش الليل. شفتوا كلاب ايمن نور؟ شفتوا المصري بيعمل ايه؟ انا مش هقدر احرر نفسي من الصهاينة، وفي خونة عايشين في وسطنا اسمهم لجان واسمهم ناس زي اللي انت شايفهم دول. لما ابقى احرر نفسي الاول جوه اتحرر من دول. اللي بيحصل فنكوش جديد لتلميع الجيش، والناس اللي قال لك راحت سينا علشان تمنع التهجير دي رايحه تنفذ التهجير. وزي ما قلنا هيئه المجتمعات العمرانيه بدات تفتح الاسكان في المنصوره الجديده ودمياط الجديده وسوهاج الجديده، علشان الناس لما تيجي تسكن ما تبانش مره واحده ان اول ما سكنها كان فلسطينيين. بيع كام شقه يبان ان المدن دي بدأت تشتغل ويلا ان شاء الله. كان فين الجيش اما الصهاينة قالوا من 250 كل يوم يطلعوا من المعبر واللي هيطلع ما يرجعش؟ في سابقة لم تحدث في التاريخ. ما اتكلمش، هو رايح بقى ينفذ الكلام ده. وبراحتكم انتوا كل حاجة شايفينها على عينك يا تاجر. دم الفلسطيني في رقبتنا كلنا، لان الفلسطيني ما بيدافعش عن نفسه بس، الفلسطيني بيدافع عن مسجد الاقصى، الفلسطيني بيدافع عن القدس، الفلسطيني هو اخر خط ما بينكم وما بين الصهاينة اللي هينزلوا عليكم يفرموكم. براحتكم. شكرا.